سئل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أدومها وإن قل. رمضان خلص، النهاردة آخر يوم، واحنا حاولنا نعمل ده صح. حاولنا ان احنا نداوم على الذكر ونداوم على قراية القرآن والصلاة وكل العبادات اللي ربنا أمرنا بيها، بس كان نفسنا نعمل أحسن. كان نفسنا ان احنا نكون بنختم القرآن أكتر من مرة، أو نكون بندي حق ربنا علينا أكتر من كده، ونستغل شهر رمضان اللي بيجي مرة واحدة في السنة أكتر من كده. بس للأسف معرفناش، زي ما احنا معرفناش السنة اللي فاتت واللي قبليها. كل سنة بنقعد في آخر يوم في رمضان وبنواعد وبنعاهد نفسنا ان انا رمضان اللي جاي هكون احسن، رمضان اللي جاي هكون بأدي كل العبادات واديها حقها. بس الفكرة ان انا ما بعملش حاجة مختلفة علشان خاطر النتيجة تكون مختلفة، صح؟ انا أمنية فريحة، والنهاردة اخر حلقة مع بعض في رمضان، وحابة ان انا اتكلم معاكم النهاردة عن ان انا ازاي اهيئ نفسي لرمضان اللي جاي من النهاردة. فيلا بينا. ليه انا مش بقدر احقق اللي انا كل سنة ببقى نفسي اعمله في رمضان؟ لان انا مش جاهز. إجابة بسيطة جدا: أنا ما جهزتش عضلة جسمي وعضلة عقلي وعضلة روحي وقلبي على إن أنا أدخل على رمضان. أنا باجي فجأة أدخل على رمضان وأنا أصلا اللايف ستايل بتاعي مش سامح لي إن أنا أكون بتعبد العبادة اللي أنا نفسي فيها في رمضان. فعلشان كده الموضوع بيقلب إن أنا لو جيت بس في أول أسبوع وكنت الحماس والأجواء الرمضانية والحاجات الحلوة دي كلها حمستني وعطتني طاقة إن أنا أكمل الأسبوع وأنا مواظب على كل الحاجات دي، بس تاني أسبوع بلاقي نفسي إن أنا بقى الموضوع بدأ ينزل 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 لحد ما بلاقي نفسي ان اصلا بأخر في الصلاة، حاجات كتير بتقع مني. طب ايه الحل بقى؟ الحل بقى من وجهة نظري هي في كام خطوة كده ممكن نعملهم سوا، واللي بيندرجوا تحت حاجة اسمها بناء العادة. فكرة ان العبادات اليومية في حياتنا هي عادة. الناس اللي بتصلي في الميعاد وبتروح المسجد كل شوية، هي بقى الموضوع بالنسبة لها بقى عادة، ان هو مش هيقدر يصلي هو خلاص دماغه بقت حافظة ان اول ما الاذان بيدن في الساعة الفلانية هو هيلبس وينزل ويروح يصلي. دي عادة اتبنت عنده بمرار او بتكرار كتير قوي في الفعل ده على فترة زمنية معينة. فلو انا من النهاردة قررت ان انا الاذكار، قراية القرآن، الصلاة بس انا كأمنية هبص على دول بس دلوقتي، وهقول لنفسي ان انا هطلع من رمضان وانا بحاول اخلي دول عبادة يومية في حياتي. ولو افترضنا ان التلاتة الصغيرين دول انا هخليهم ثابتين عندي لحد ما اوصل لرمضان الجاي، فانا لما ادخل على رمضان التلاتة دول بالنسبة لي هيبقوا اصلا عادة مكتسبة عندي، فهقدر ازود عليهم في رمضان شوية الطاقة اللي بيجولي في رمضان بقى من الاجواء الرمضانية، هقدر ان انا ازود عليهم شوية حاجات تانية. يا ترى فاهمين حاجة؟ طب هبسطها لكم. تخيل معايا اول يوم الجيم. يا ترى اول يوم الجيم بتروح تشيل 15 كيلو 16 كيلو؟ اكيد لا، صح؟ فبالتالي انت في الجيم تبدا تشيل كيلو، والكيلو ده تبدا تشيله على فترات طويله. على فكره انا بتكلم على البنات، عشان ما حد بس من الولاد يقول لي انا بشيل اكتر او كده. انا عن نفسي اول يوم رحت فيه الجيم شلت كيلو لفتره طويله، وبعد كده بدات ان انا ازود واحده ورا واحده. وكل مره التمرينه بتكون سهله شويه، وبعدين ببدا ان انا ازودها، ببدا العب على عضلات معينه، وكل مره جسمي بدا ان هو ياخد ويستوعب ده. فحتى لو الموضوع كل مرة بيوجع او كل مرة بيكون مرهق، بس جسمي بدأ ان هو يبقى فاهم ومستوعب العضلات، بقى فيه فلكسبيليتي اكتر في جسمي، صح؟ لو كنت كل مرة بزق رجلي علشان اروح الجيم، فالموضوع بقى اسهل شوية ان انا لا، انا عايزة اروح الجيم عشان عارفة ان الجيم ده هيديني مردود كبير قوي، هيديني صحة كويسة وهيديني نشاط وهيديني النيجاتيف انرجي اللي جوايا هتروح. وفي الجيم من وقت للتاني هتلاقي نفسك ان انت محتاج تخفف الوزن شوية وتخفف الحمل اللي عليك شوية، وبعد كده ترجع تزوده تاني وترجع تكمل تاني وترجع تقوي العضلة تاني. فكل ده انت ممكن تاخده زي ما هو كده وتروح تطبقه بقى على العبادات وعلى حياتك. احنا عشان نبني عادة بنمشي بنفس الخطوات دي تقريبا، ان انا بحط بيبي ستابس كده صغيرة وبمشي حاجات بسيطة قوي في حياتي، والحاجات دي بتبدأ ان هي تكبر واحدة واحدة معايا. والحاجات دي لو انا فعلا عايزه ابني عاده، من اهم الحاجات اللي انا لازم اخد بالي منها هي ان انا ما اعملش لود على دماغي. يعني احنا مثلا متعودين ان يومنا بيمشي بالطريقه الفلانيه، تمام؟ لما انا باجي احط لود او حاجه كبيره قوي في يومي ده، جسمي بيبقى بيعملها بتقل، مش ببقى سهله، مش بتبقى بسيطه، لان دماغنا كده كده بتحب الراحه. فلما انت تيجي تجبرها على اي حاجه فيها مجهود هتلاقي نفسك انك بتكسل ومش عايز ومش قادر. سواء عباده او مذاكره على فكره، هي الاتنين واحد بالنسبه لي. فانت محتاج تضحك على دماغك شويه. ازاي؟ ان انا احط الحاجات وسط الحاجات. يعني انت لما تيجي مثلا تصحى، انت كل يوم بتصحى الساعه 7 الصبح عشان تروح الشغل، المطبخ تعمل الفطار وقهوتك بتحضرها جنبك، صح؟ الكلام ده كله بياخد حوالي 10 دقايق مثلا او ربع ساعه. الاذكار قدامك في الموبايل، شغلها وقولها وانت بتاكل.
قولها وانت بتشرب القهوه. فانت ما عملتش لود كبير على دماغك، انت اصلا ايه، كانك ضحكت عليها كده وبقيت بتعمل حاجتين في حاجه. وانت في المشروع مثلا، انا عارفه ان احنا كلنا تقريبا في رمضان بنستغل الوقت بتاع المواصلات ده في قراءه القران. طب ما نحاول نكملها، ما نحاول ان احنا اول ما نمسك الموبايل في المشروع نقرا حتى نص صفحه، وبعد كده نفتح التيك توك والفيسبوك وكل حاجه عادي جدا، بس يبقى في نص صفحه الاول بقراها. فانا اول ما هركب المشروع هلاقي نفسي اوتوماتيك بطلع الموبايل، هي دماغي خلاص حفظت. وصل لكم الفكره ان انا مش هعمل حاجه، انا بس هحفظ دماغي شويه خطوات زياده على اللايف ستايل بتاعي، فلما اوصل لرمضان اللي جاي هكون جاهز لده. لما انا كل يوم بقرا اذكار، فبالتالي انا لما اوصل لرمضان هتبقى دي عاده بالنسبه لي اصلا، انا مش محتاجه ابذل مجهود عشان اعملها. ولما اوصل لرمضان ده بقى هبقى سهل قوي ان انا لو انا طول السنه ختمت المصحف مره او مرتين، فانا في رمضان هعرف اختمه مرتين في شهر واحد. ليه؟ لان انا معوده جسمي مهيئاه. وده كله بقى يدخلنا على كلمه اللايف ستايل. فكره ان في ناس بجد بتبقى عامله حياتها او بانيه حياتها بناء على العادات الاول، اللي هو انا هصحى بعد الفجر، يعني هصلي الفجر وابتدي يومي، او ان انا هروح الجيم بعد العصر، فهو رابط الجيم ان هو يصلي العصر ويروح، او ان انا البريكس بتاعتي باخدها في وقت الظهر، فانا عايز البريكس بتاعتي في صلاه الظهر. فاللي هو انا ببني يعني الصلاه موجوده وببني فوقيها، مش العكس. مش ان انا هنزل واروح واجي وبعد كده فجاه الاقي نفسي ايه ده الظهر فاتني، ايه ده العصر فاتني. لا، نفسي اكون من الناس دي بجد، اللي هو انا في حاجات اساسيه في حياتي هعملها الاول وبعدين ابني فوقيها. مش عايزه ارغي اكتر من كده معاكم، بس الفكره كلها ان احنا من النهارده نقدر ان احنا نوعد نفسنا ان من دلوقتي حالا انا هبتدي ان انا احط لنفسي من 3 ل5 اهداف انا عايزه احققهم خلال السنه دي كلها، مش في شهر واحد، انا عايزه احققهم في 12 شهر. لسه قدامي 12 شهر احقق فيه. وانا لو قعدت اقول ان انا هحققهم بقى في الشهر اللي قبل رمضان، ولا في شهر شوال، ولا في شعبان، ولا مش عارفه ايه، لا، من دلوقتي. من دلوقتي حط لنفسك حاجات صغيره قوي 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 قوي، وصدقني الحاجات الصغيره دي مع الوقت هتلاقي ان هي كبرت. وغير بقى ان هي كبرت، هتبدا ان هي تقربك من ربنا. يعني ربنا مش هيلاقيك ان انت بتعافر وبتحاول ان انت تعمل حاجه كبيره زي دي، ان انت تبني عادات ليها علاقه بالعباده، وان هو مش هيساعدك وان هو يديك اضعاف اللي انت حاسه ده. هتلاقي ان ربنا بيبث كده جوه قلبنا كده شعور وروحاني وطمأنينة كده، بتخليك تحس ان انت عايز اصلا تشبك في العباده دي. انا مش عايزه اسيبها، انا مش عايز الصلاه دي تفوتني ابدا، انا مش عايز الاذكار دي يعدي عليا يوم وانا ما بقولهاش، عشان مش بقى مطمنه لما بنساها. فربنا في الحته دي اكيد هيساعدنا كتير قوي. وكمان اللي هيساعدنا اكتر، ودي حاجه انا اتعلمتها في شهر رمضان ده بصراحه، ان انا اخلي ربنا حواليا. ودي اتكلمنا فيها في الحلقه اللي فاتت، يا ريت لو ما فيش حد اتفرج عليها يروح يتفرج عليها. ان كده ان انا اخلي ربنا حواليا في كل مكان، ان انا اكون بسمع عن ربنا. وكل ما احس ان انا بقيت في داون كده، وان انا مش مركز في الصلاه، وان انا ما بقراش قران كتير والحاجات دي كلها، ارجع تاني اسمع حد بيتكلم عن ربنا وبيفكرني بيه وبيقول لي اذكار وبيقول لي حاجات. انا في رمضان ده كنت بتفرج ومتابعه ومواظبه قوي على برنامج بصير بتاع مصطفى حسني، وبصراحه فرق معايا في حياتي جدا، لان انا كنت كل يوم هو بيجدد لي شغفي وبيجدد لي طاقتي في ان انا اكون بقرب من ربنا اكتر. وكل يوم احس ان انا مثلا تعبت ومش قادره وخلاص وجبت اخري، الاقي ان هو بيتكلم في موضوع يعرفني قد ايه ربنا والرسول جميل قوي، جميل قوي، وان ديننا جميل جدا، وان بجد ربنا رحيم وكريم بينا بشكل. فاللي احنا بنعمله ده ولا حاجه في نقطه، يعني ولا حاجه في بحر كرم ربنا. فاللي هو لا، انا محتاجه اعمل اكتر، انا محتاجه اكون بشتغل على نفسي اكتر، محتاجه ان انا اكون بصلي اكتر، محتاجه ان انا اكون مواظبه اكتر. والموضوع مش بالكميه، حطها في دماغك دايما بجد في حياتك بشكل عام. الموضوع مش بالكميه، النجاح مش بالكميه، الاستمرار في العباده مش بالكميه، الطمأنينة في حياتنا مش بالكميه، مفيش حاجه بالكميه، هي بالاستمراريه. والرسول قالها في اول حاجه في الحديث، فاكرينه؟ ادومها وان قل. اهم حاجه بالنسبه لنا الاستمراريه. لو انا بعمل اي حاجه مهما كانت بسيطه، دي افضل عند ربنا لو فضلت مستمر عليها طول السنه. فالنهارده عايزاك ان انت تقعد مع نفسك كده وواعد وتعاهد نفسك ان النهارده هتبتدي. الحلقه دي تنزل قبل الفطار، يعني تقريبا هيكون في ميعاد اذكار المساء. فيلا بينا نبتدي دلوقتي، يلا بينا نطلع الموبايل ونقرا اذكار المساء، ويبقى النهارده هو البدايه، دلوقتي حالا هو البدايه لضافه شويه حاجات بسيطه في حياتنا تكون احسن. ومش هقدر انهي الحلقه دي قبل ما اقول ان بجد كل حاجه في حياتنا عباده يا جماعه. ان انا اكون بضحك دي صدقه ربنا بيأجرنا عليها،
ان انا اكون بقول كلمه حلوه، ان انا اكون بتحرك حركه حلوه، الضحكه، كل حاجه بجد، كل حاجه بنعملها في حياتنا اليوميه هي عباده وبنؤجر عليها. فمفيش حد يجي يقول لي ان الصلاه والصوم ده عباده وبقيه حياتنا كلها حاجه تانية، الاتنين ما بيتفصلوش عن بعض. فعشان كده وانت في يومك افتكر ربنا في كل ده. وانت بتشتغل اعذر الناس اللي حواليك. وانت في المشروع ولقيت السواق اتعصب عليك، كن انت الحليم اللي بتهدى وبتهدي الموقف وبتقتدي بالرسول. عارفه ان ده مش سهل، وعارفه ان ده بياخد مننا وقت كبير قوي، بس فكره انك عارف وعايز ده بحد ذاتها بيسهل الموضوع. انا مثلا لما باجي اتعلم حاجه جديده وبكتشف ان في اتيتيود معين بعمله مع اخواتي مش احسن حاجه وده بيديهم شعور وحش، فلما باجي الاقي نفسي بكرر نفس الفعل ده معاهم بركز بقى، بقف هنا كده واقول لا خلي بالك، ده انت بتعمليه، ده احنا عرفنا ان الفعل ده مش حلو وانت كنت مقرره ان انت مش تعمليه، فخلي بالك. وحتى لو كنت عملته بس انا ادراكي هنا في الموقف ده خلى ان ده هيقلل المره الجايه لما اجي اعمل الموقف ده هراجع نفسي مره تانية. مع تكرار الادراك وان انا اكون بحاول اقلل من الموقف بلاقي ان الموضوع بدأ يقل ويختفي من حياتي. كونوا رحيمين مع بعض، ونتمنى ان بجد مع نهاية رمضان ان احنا نكون فعلا بنقتدي بالرسول، لان هو فعلا شخصية عظيمة جدا. وهو لو احنا كلنا بدأنا ناخد كل الافعال اللي كان بيعملها في حياته اليومية هنلاقي ان حياتنا بقت افضل بكتير، لان الرسول ما نقلناش بس دين وعبادة واحكام، هو نقل لنا حياة. ان شاء الله رمضان اللي جاي انت هتكون احسن واحنا هنكون مع بعض ان شاء الله. رمضان اللي جاي في اول يوم هعمل حلقة افكرك بيها بالفيديو ده، وهقول لك ان خلي بالك احنا اتوعدنا وتعاهدنا مع بعض ان رمضان اللي جاي هيكون احسن، وان انت هتكون بنيت حاجات كتير قوي. فلو حابين تشاركوني ممكن تكتبولي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تبنوها في حياتكم، العادات والعبادات اللي انتوا عايزين تحطوها من النهارده لحد السنه الجايه عشان رمضان يكون بالنسبه لنا افضل. بس كده، وعيد سعيد وكل سنه وانتم طيبين، وشكرا لاي حد بجد كان متابعني لحد النهارده. واتمنى ان انتوا لو حابين تقولوا لي اي كومنت علشان السنه الجايه البرنامج يكون احسن انا هكون سعيده جدا. شكرا.